المزاج هو سجن بيسجن فيه معظم الموهوبين ومعظم الناس اللي ما بتتقدمش لقدام. هما بيكونوا عبيد لمزاجهم. كمل معايا الفيديو للآخر وهتفهم يعني إيه المزاج بيكون سجنك، وهتفهم النقط العملية اللي تقدر من خلالها إنك تتلاشى هذا السجن. خليك معايا للآخر وإن شاء الله هتفهم وهتكون نقطة تحول وتغير في حياتك. مزاجك بيتغير كل يوم، لكن النجاح محتاج تكون ملتزم، تكون منضبط. اللي بيشتغل بمزاجه بينجح صدفة إن نجح، لكن اللي بيشتغل بانضباط وبالتزام بينجح في آخر المطاف. العقل البشري مبرمج على توفير الطاقة. طب هو هيوفر الطاقة إزاي؟ هيوفر الطاقة من كل حاجة تستدعي بذل مجهود منك، سواء مجهود عقلي أو بدني. طب إزاي؟ العقل دلوقتي لما تيجي إنك هتذاكر مثلا، بتوع الثانويه طبعا انتبهوا معانا للنقطه دي مهمه جدا. فانت تيجي دلوقتي عشان خلاص انا داخل هذاكر 3 ساعات، فتبص تلاقي عقلك فزع وقف، لا تعالى مش هسيبك، هضيعك يعني هضيعك. تلاقي عقلك دايما يقول لك ايه؟ طب قبل ما نذاكر لازم نعمل حاجات. انت كنت جعان، تعال نروح ناكل. طيب انت ما لا انا مش جعان خلاص، ده اول نقطه راحت. يقوم داخلك من هذا، كان في فيلم او مسلسل انت كان نفسك تشوفه من اسبوعين ومأجله، لازم نشوفه في اللحظه دي. ما يفضل يلعب في دماغك ويلف في دماغك، فخلاص ما جابتش نتيجه، يقوم داخل لك من باب تاني. طب خلاص تعالى نذاكر. وانت داخل اوضتك تذاكر وتبص على الكتب، تبص فجاه تلاقي ايه؟ طب ازاي انت المكان بتاعك مش منظم؟ لازم تنظم مكان اللي انت بتذاكر فيه عشان تستوعب اكتر. فانت تيجي عشان تنظم المكان، خلاص انت نظمت المكان، تعال بقى نذاكر. طيب تيجي نذاكر تبص تلاقي ده انت جوعت، خش هات لك اي مسليات تاكلها، هات لك فشارات، اي حاجه تسد وجعك بس شويه، وبعد كده نبدا نذاكر. تدخل تجيب تاكل، خلاص نمت، تروح تتفرج على المسلسل اللي بقالك اسبوعين اصلا مأجله. كل ده مش من حاجه، من عقلك. عقلك مش شرير ولا حاجه، لكن هو مبرمج ان هو يوفر طاقتك الى اقصى حد، وانه يفضل يلف ويصيع عليك عشان يوصلك لنقطه ان انت ما تبذلش المجهود او تتعب عشان انت تشتغل بمزاجك، مش منضبط وملتزم بامور لازم تتنفذ. عالم النفس راوي خبير قوه الاراده بيقول ان الانضباط الذاتي زي العضله بالظبط، كل ما تتمرن بتقوى، وكل ما تكسل بتضعف. النجاح محتاج استمرار، محتاج انك تكون ملتزم ومنضبط. لكن لو فضلت في سجن مزاجك هتفضل عمرك كله ومش هتحقق اي نتيجه في حياتك، وهتموت وانت لسه ما حققتش اي حاجه. في ناس كتير حوالينا ومننا موهوبه جدا، لكن بيشتغلوا بمزاجهم، ما عندهمش لا التزام ولا انضباط. دايما بيدوروا على الحاجة اللي تريحهم، وبيفكروا إن هم بموهبتهم وذكائهم إن هم بيقدروا يعملوا كل حاجة في وقت ما هم عاوزين من غير ما يكون عندهم التزام أو انضباط. فنيجي للشخص العادي اللي عنده التزام وانضباط، وحتى لو عنده ربع موهبة أو نص موهبة تلاقيه بيسبقه بسنين ضوئية. الالتزام والانضباط هو سر وسبب إنك تسعى وتنجح. إنما لو أنت موهوب وعندك موهبة وتقدر تعمل كل حاجة بس ما عندكش ربع الانضباط أو الالتزام، هتبص هتلاقي نفسك بتخسر وقتك وبتخسر عمرك، بتسوف كتير، تيجي في الآخر بتركن وتأجل، تيجي في الآخر تلاقي سعتك الاستيعابية على إدراك اللي أنت سبته هتلاقيها قليلة وأقل كتير من إنك تستوعب كل اللي كان المفروض تقسمه على مراحل وتنظمه عشان تقدر تستوعبه، فبتخسر في الآخر. وبيجي الشخص العادي اللي هو أقل منك موهبة بكتير بالتزامه وانضباطه يوصل لنقطة أنت كان نفسك فيها وبموهبتك ضيعتها عشان شغال بمزاجك، مش بالانضباط ولا الالتزام اللي المفروض هم طريق النجاح في الأساس مع موهبتك. ويليام جيمس أبو علم النفس الحديث بيقول إن الأشياء المتكررة هي التي تصنع الشخصية وليس المزاج اللحظي. يعني أنت كل ما بتشتغل وبتكرر فعلك كل ما هتبني شخصيتك للأنجح وللأفضل، وإنك تخترع وتنتج وتبدع أشياء جديدة وحديثة. إنما كل ما يجيلك مزاج تعمل حاجة بحماسة وبعد كده ما تعملش، مش تعمل حاجة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العظيم. معنى كده جهاد النفس والانضباط مش انتظار المزاج، هو ده الوسيلة الوحيدة للنجاح، وليس إنك تستنى مزاجك يروق ويبقى كويس عشان توصل.
مزاجك مهما تعمل له حتى لو خدك مرة بحماسة هيهبطك باقي المرات. اوعى تكون عبد لمزاجك، خليك دايما في الطريق الصح بانضباطك والتزامك، وحدد أهدافك ومبادئك اللي بتمشي عليها وبتسعى إنك توصل تحقق النتيجة اللي أنت محتاج توصل لها أو اللي أنت نفسك فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. يعني الأعمال أحب حاجة لربنا سبحانه وتعالى إن أنت تعمل العمل ولو كان صغير أو قليل بس تدوم عليه. يعني حضرتك بتخرج صدقة جنيه كل شهر، دي عند ربنا سبحانه وتعالى أحسن ما تكون بتخرج 1000 جنيه بس خرجتها مرة واحدة ما خرجتش بعدها. لكن لما بتكون بتخرج الجنيه ده كل شهر ومداوم عليه فهو أحب إلى الله. فأنت النهاردة لما تعمل حاجة باستمرارية مش كل ما يجيلك مزاج تعملها أو لأ، فدي أحب الأعمال إلى الله. شفت إن المزاج سيء وإنك شغلك بمزاجك مش حاجة كويسة؟ لأ، ده بيهبطك وبيتعبك وبيضيع أحلام وطموحات وأهداف. لو تفتكر واحنا صغيرين كان اللي يبقى عليه واجب مننا وعاوز يلعب كورة، فهو نزل مع أصحابه يلعب كورة. ففي اتنين نوعين: النوع الأولاني اللي هو أصلا خلص مذاكرته وكتب واجبه وما عادش وراه حاجة، ده بيلعب وبيستمتع وبيستمر وبيكون مرتاح البال والنفس وبيستمتع. لكن في التاني اللي قال إيه: لا مش جاي لي مزاج أكتب الواجب دلوقتي، لما أنزل ألعب الكورة أبقى أرجع تاني أكتب براحتي ويبقى عندي مزاج. هل متخيل ان هو بيلعب الكوره مش حامل هم الواجب اللي كده كده هيرجع وهيسهر فيه، وكل ما يجري او يلعب يفتكر، وكل ما يبص في الساعه هل هيلحق يكتب الواجب اللي لسه وراه ولا لا؟ كلنا مرينا بالوضع ده. هل ده يستوعب ده؟ هل راحه البال والنفسيه والارتياح والاستمتاع باللعبه مع ده زيها زي اللي بيلعب وراه هم مستنيه؟ اكيد لا. اختار انت هتكون انهي في الاثنين، انك هتشتغل بمزاجك وتسوف وتيجي تتزنق وما تلحقش، ولا هتعمل كل حاجه بميعاد وبوقت وبانضباط وبالتزام بحيث ان يبقى عندك كل حاجه منظمه تقدر تسعى وتنتصر على نفسك فيها وتحقق اللي انت محتاجه. المشكله دي ازاي وايه الحلول العمليه اللي تخليني اقدر اسيطر عليها او انجح في تجاوز موضوع المزاج ده؟ اول حاجه ابدأ بخطوة صغيرة، خطوة واحدة لمدة دقيقة، هتبص هتلاقيها مستمرة معاك. لما تيجي تذاكر ابدأ ما تقولش أنا هبدأ هذاكر 3 ساعات وتعمل بقى وتجاهد نفسك هذاكر، لا، اضحك انت على دماغك لما مؤاخذة في الكلمة، صيع عليه بدل ما هو صيع عليه. قول له هذاكر 5 دقايق بس، طب أنا هفتح الكتاب وأبص فيه بالراحة بس. بص وابدأ. لما تبدأ المزاج هيجيلك، هتبص هتلاقي مفيش مشتتات، هتلاقي نفسك بتتفتح انك تذاكر. بس ابدأ بخطوة ولو كانت دقيقة. العادة أهم من المزاج. خلي ليك روتين يومي. نجيب محفوظ أو طه حسين بيقولوا إن إحنا كنا بنخلي لينا مثلا عشان نكتب أو نقرأ ساعتين في اليوم، من 4 ل6. متخيل الناس دي كانوا حاطين ساعتين أو 3 ساعات بس للقراءة أو إن هو يكتب؟ أنت متخيل في ساعتين أو 3 ساعات لناس زي دي وصلوا لفين؟ بس المهم كان انضباطهم، كان عندهم عقيدة أو مبدأ إن الوقت ده مفيش أي حاجة تتدخل فيه نهائيا. أنت لما تكون ملتزم أو عندك روتين أو حاجة زي دي هتبص هتلاقي نفسك بتعملها تلقائي، بتتعود عليه. مثلا زي سواقة العربية، النهاردة في ناس بتسوق العربية وبتتكلم في التليفون، ممكن دماغك كده شويه لوحده لما تعود على الموضوع ده تلاقيه ايديك بتتحرك لوحدها ورجليك وعينيك بتروح في اتجاهات لوحده تلقائي من غير ما تفكر. ليه؟ لانه بقى عاده او روتين، حضرتك خلاص اتعودت على السواقه. لو في اي حاجه حصلت بتلاقيك بتنتبه ليها بس انت شغال ايديك ورجليك وشايف. طبعا المشتتات اثناء السواقه والكلام ده كله غلط، اوعى تعملها. بس بوضح الصوره ان عقلك لما بيشوف حاجه وبتتكرر قدامه كتير خلاص بيتعود عليها، فانضباطك والتزامك هو اللي هيعود عقلك ان انت ان انت الخطوات دي مستمره في حياتك عشان توصل لنجاحك. قسم الحاجات الكبيره لاجزاء صغيره، مع تقسيمها وترتيبها هتنتج ليك حاجه كبيره فعلا. لكن لما انت تبص الحاجه الكبيره هتستصعبها وهتبعد عنها. قسمها صح ورتبها صح وحاجات صغيرة هتوصل بسرعة لنتيجة كبيرة. قاعدة ال5 ثواني: أول ما يجي الوقت اللي أنت محدده عشان تعمل فيه عد من 1 ل5،
وابدأ على طول. ما تسيبش عقلك يفكر، لأن لو سبت دماغك وعقلك يفكروا هتلاقيه بيشتتك وبيفكر في حاجات من مليون سنة أنت عاوز تعملها النهاردة وفي وقتها. ابدأ على طول. مثلا الأذان أذن، ما تسيبش دماغك يفكر أنا هصلي، لا أنا متكاسل، لا كده. قوم صلي على طول. أنا هذاكر، ما تسيبش دماغك يفكر طب نسيبها شوية، طب لبكرة، طب كده. قوم ابدأ فورا. هتبص هتلاقي نفسك على طول بتتحرك وبتتعود وبيبقى روتين في حياتك. كافئ نفسك. اكتب 1 2 3 أنا هاعملهم النهارده إن شاء الله. لما تعملهم على كل واحدة كافئ نفسك. اخرج، اتفرج على حاجة أنت بتحبها، هات حاجة لنفسك أنت بتحبها. كافئ نفسك بالطريقة اللي أنت شايفها بتبسطك وبتفرحك، عشان نفسك تبقى دايما متحفزة إنها تعمل الحاجة دي، عشان في حاجة جاية لها بعد كده هتكافئها وهتبسط. مزاجك مش مسؤول عن مستقبلك. المسؤول عن مستقبلك هي قراراتك اللي أنت بتاخدها وبتحدد على أساسها مستقبلك رايح فين. خلي قراراتك بعيدة عن المزاجية، خليها قريبة، بل خليها التزام وانضباط عشان توصل لمستقبل أنت تتمناه وتفرح بيه، ويكون طريق للقمة والنجاح. في الآخر النجاح مش محتاج مزاج، النجاح محتاج انضباط والتزام. الانضباط ده مش حاجة تتولد معاك، الانضباط ده نابع من تدريب يومي مجهد في البداية، لكن بعد كده بيكون روتين حلو بيوصلك لنجاح لذيذ هتحبه. لو عاوز توصل انسى المزاج، خليك شخص منضبط. فانت دلوقتي هل انت شخص مزاجي ولا شخص منضبط وملتزم واكيد ناجح؟ شارك في الكومنتات تحت، ما تنساش اللايك